السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي طلبة وطالبات الصف السادس الابتدائي، أهلا ومرحبا بكم. أول فيديو في 2025، أول فيديو في 2025 من سلسلة فيديوهات حل كتاب المعاصر تركيز على الوحدات. هنبدأ النهارده إن شاء الله ناخد lesson 1 في unit 1 page 21 صفحة 21. طبعا هنبدأ بquestion number 2 السؤال الثاني على طول، لأن السؤال الأولاني زي ما احنا متعودين بيكون listening. السؤال الثاني في الامتحان بيكون عبارة عن gaps يعني فراغات بتكون موجودة في الباسج في القطعة، واحنا المفروض إن احنا بنعمل choose للwords الكلمات اللي موجودة ونختار ونملى بيها الفراغات. وطبعا زي ما احنا متعودين إن الwords الكلمات لازم نكون عارفين المينينج المعنى، وكمان أني نوع من البارتس اوف سبيش هو نوع من انواع الكلام الكلمه دي بتكون، يعني الكلمه دي verb ولا noun ولا pronoun ولا adverb ولا adjective. الكلمه لازم نكون معروف هل هي فعل ولا اسم ولا صفه ولا ضمير ولا حرف. اول حاجه معايا grow اللي هو بمعنى يزرع وده verb، street يعني شارع وده noun، volunteers يعني متطوعين وده noun، weekends اللي هي نهايه الاسبوع او عطلات نهايه الاسبوع ده noun، وعندي eat ده verb ياكل فعل. احمد and ايمن are friends، احمد وايمن بيكونوا اصدقاء. on the they visit احمد's grandfather، في ايه هما بيزوروا احمد او بيزوروا جد احمد. طبعا هنا on the weekends يعني في نهايه الاسبوع او في عطله نهايه الاسبوع. they help to clean ذا هما بيساعدوا في تنظيف الايه. طبعا ذا زي ما قلنا ان هي بتيجي قبل noun، فانا عايز الناونز الموجوده عندي فوق في street اللي هو شارع، وفي volunteers في weekends خدناها فتبقى قدامي volunteers وستريت. طبعا تبقى street بيساعدوا في تنظيف الشارع، يبقى they help to clean the street and water the trees، وكمان بيروا او بيسقوا الاشجار in the neighborhood اللي هو في الجوار او المجاوره اللي هم عايشين فيه. there are many، طبعا كلمه many معناها الكثير من، ودي بيجي بعدها countable noun يعني اسم يعد وبيكون plural بيكون جمع. الاسم اللي موجود عندي بيكون جمع هو volunteers لان احنا خدنا weekends، يبقى there are many volunteers work with them، في ناس متطوعه كتيره بتشتغل معاهم. they are very helpful، هم بيكونوا متعاونين جدا. they sometimes، هنا طبعا انا عايز verb لان sometimes ده adverb of frequency يعني ظرف من ظروف التكرار المستخدمه في البريزنت سمبل في المضارع البسيط، فاحنا عايزين فعل يمشي مع الجمله. هنا مفيش عندي غير grow، يبقى they sometimes grow more new trees، هم احيانا بيزرعوا اشجار كتيره جديده. Question number 3. Choose the correct answer from A, B, C or D. هنختار الإجابة الصحيحة من A, B, C أو D. Question number 1 بيقول لي my plants are all organic، يعني كل النباتات بتاعتي بتكون عضوية طبيعية. I never use، أنا دايما مش بستخدم A، أنا مش بستخدم أبدا A. عن soil يعني تربة، seeds يعني بذور، chemicals يعني كيماويات، water يعني مية. طبعا بما إنها organic فإحنا مش هنستخدم chemicals اللي هي الكيماويات أو المواد الكيماوية. after vegetables grow، بعد الخضروات ما بتنمو. farmers الفلاحين الفلاحين بيعملوا فيه ايه؟ اول حاجه plant يزرع، طبعا لا هو خلاص زرع. harvest يعني بيحصد اكيد. draw يرسم، لا. destroy يعني يدمر، اكيد مش هتنفع معايا. يبقى after the vegetables grow، بعد الخضروات ما بتنضج وتنمو الفلاحين بيعملوا فيها ايه؟ harvest طبعا يعني يحصد، فبيحصدوا الخضروات. question number 3. she needs tomatoes onions and egg to make salad، هي بتحتاج طماطم وبصل وكمان ايه علشان تعمل السلطه. lettuce يعني خس، طبعا ممكن ينفع معايا. dates يعني بلح، لا. candy يعني حلوى مش هتنفع. bread يعني خبز، هيكون lettuce خس. question number 4. they use natural، هم بيستخدموا ايه طبيعي to grow organic food، علشان يزرعوا طعام عضوي او عشان يزرعوا طعام صحي او طعام طبيعي. مديني tools يعني ادوات، طبعا لا. views يعني مشاهدات مش هتنفع. weather يعني الطقس. fertilizers يعني اسمده، طبعا natural fertilizers يعني اسمده عضويه، بيستخدموا اسمده عضويه علشان يحصلوا على طعام عضوي او طعام صحي. question number 4 اللي هو put the words in the correct order to make sentences، يعني هنستخدم الكلمات مرتبه علشان نكون منها جمله صحيحه. هو بيقول لي ابدا بالcommunity. the community، طبعا كلمه community يعني مجتمع، طبعا community هنا adjective صفه، فاحنا عايزين نقول ايه المجتمع، فاحنا هنجيب noun بعديها يبقى the community garden يعني حديقه المجتمع. طبعا هنا هنعوز بعد كده الفيرب الموجود عندي هو is. the community garden is، بعد كده في عندي space وابيج وجرين. طبعا انا عندي two adjectives هنا، عندي 2 صفه، عندي green وعندي ابيج، وطبعا هنبدا بابيج علشان في a اللي هي جايه معايا، يبقى a big green space. يبقى the community garden is a big green space يعني حديقه المجتمع بتكون مكان كبير اخضر. question number 2 يقول لي اعمل question وابدا بدو. طبعا دو هنا بنتكلم على present simple مضارع بسيط، دو او does الفاعل مصدر، فهنبدا بدو. بعد كده الفاعل اللي موجود عندي او السبجكت اللي موجود في الجمله هو you، يبقى do you. بعد كده المصدر live، يبقى do you live. بعد كده بقى هنختار، في عندي in وفي عندي block وفي عندي an apartment. an apartment block يعني مجمع
مجمع سكني على بعضه يبقى in an apartment block. يبقى do you live in an apartment block؟ انت عايش في مجمع سكني. question number 3 عايزني اعمل جمله وابدا we. طبعا we ده هيبقى السبجكت الفاعل، هنجيب بعديه الفيرب. produce يعني ينتج، يبقى we produce ايه؟ بيقول لي في عندي garden وفي vegetables وفي a lot of وفي in our، يبقى we produce vegetables in our garden. طب a lot of يبقى we produce a lot of vegetables in our garden. بنبدا بالسبجكت الفاعل الفيرب اللي عندي produce، بعد كده a lot of عشان بنقول الكثير من، وبيجي بعدها uncountable وcountable بيجي بعدها اسم لا يعد واسم يعد عادي، بس طبعا لو كان اسم countable بيكون plural بيكون جمع، يبقى we produce a lot of vegetables in our garden. question number 5 البسج القطعة. read the text and answer the question. اقرا القطعة وبعد كده جاوب على الأسئلة. I am Yara. I am 12 years old. أنا يارا عندي 12 سنة. on holidays في الأجازات I help my family at our community garden. أنا بساعد العيلة في المجتمع أو في حديقة المجتمع بتاعنا. On the roof of our apartment block في الروف بتاع المجمع السكني بتاعنا we have a big green space يعني عندي مساحة خضراء كبيرة. بيقول لي people in the neighborhood volunteer to help and grow vegetables with us to eat. يعني الناس اللي موجودة في المجتمع volunteer هنا بمعنى بيتطوع إن هم يساعدونا في زراعة الخضروات اللي احنا بناكلها. We usually grow tomatoes, peppers, onions and lettuce. احنا عادة ما بنزرع الطماطم والفلفل والبصل والخس. Sometimes we also plant fruit trees like lemons and dates. احنا كمان احيانا بنزرع اشجار الفاكهه زي الليمون وزي البلح. It's amazing to grow your own food يعني حاجه مدهشه انك تزرع الاكل بتاعك. A بيقول لي choose the correct answer from A, B, C or D. تعالى ما نختار اول حاجه. The underlined word grow. كلمه grow has the same meaning as لها نفس المعنى بتاع ايه. draw يرسم اكيد لا. cut يقطع لا. plant يزرع تمام. need يحتاج لا فهتكون plan. The main idea of the text الفكرة الرئيسية من النص بتكون healthy habits عادات صحية لا. community garden حديقة المجتمع تمام تمشي معايا. sports رياضات لا طبعا مش هتنفع. my favorite game لعبتي المفضلة لا فهتكون a community garden. question number 3 lemons and A are the fruit trees they plant. الليمون و A بيكونوا من أشجار أو بتكون أشجار الفاكهة اللي هم بيزرعوها. ليتوس خس لا ده طبعا ده من الفيجيتابلز. ديتس بلح تمام ينفع معانا. بوتيتوز لا مش هتنفع دي بطاطس. مانجوز لا هو ما قالش مانجوز خالص فهتكون ديتس. يبقى lemons and dates are the fruit trees they plant. دي بتكون أشجار الفاكهة اللي بيزرعوها. B بيقول لي answer the following questions. تعالى لما نجاوب على الأسئلة بعد كده. how do people help at the community garden. ازاي بتساعد الناس community garden. طيب يبقى الإجابة هتكون على السؤال ده هنقول they volunteer to help and grow vegetables with us. يعني هم بيساعدوا يزرعوا معانا الخضروات. question number 5 when does Yara help her family. امتى هي بتساعدهم. مكتوب طبعا عندي هنا on holidays يبقى she helps them on holidays. يبقى هي بتساعدهم في الاجازات. بعد كده البانكتويشن سؤال بانكتويشن سؤال الترقيم. punctuate the following. where طبعا هتبقى W بتاع where وفي عندي الكويستشن مارك علامة الاستفهام اللي موجود. آخر حاجة معايا question number 7 ده سؤال باراجراف عن الكوميونتي روف جاردن عن حديقة المجتمع. هتلاقيني سايبه لك تحت في الكومنتس بتاعت الفيديو ده. وفي النهاية أتمنى يا رب الحلقة تكون عجبتكم وأضيف لكم معلومة جديدة أو على الأقل أكيد معلومة قديمة. ولو ده تم بالفعل ما تنساش لايك والشير والسبسكرايب. ولو عندك اي استفسار او اسئله يا ريت تسيبها لي تحت في الكومنتس وهرد عليك في اسرع وقت ممكن. وتابعنا عشان يوصل لك كل الحلقات اللي جايه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.